إذا مشاهدينا الكرام من جديد مرحبا بكم وأهلا وسهلا. موضوع فيديو اليوم العقار في المغرب. مدة ما تكلمناش على العقار وكلكم كتعرفوا النظرة ديالي على العقار، يعني كقراءة، واللي بطبيعة الحال كنشوف بأن أسعار العقار في المغرب وصلت لمرحلة التشبع، وصلت لمرحلة نوعا ما لا يقبلها العقل، وأن أيضا لابد للمستثمر قبل ما يدخل لمجال العقار أن يأخذ على عاتقه وحد المخاطرة ويقوم بإدارة سليمة للأموال ديالو قبل ما يدخل في الاستثمار في هذا المجال اللي بطبيعة الحال اليوم في مرحلة من التشبع الشرائي. إذا إخواني الأفاضل، بداية غادي نشوفوا فين وصل العقار. كما كتشوفوا الإخوان هنا، هذا واحد التحليل ديال الذكاء الاصطناعي جيميناي اللي كيحاول يبحث على الأخبار وكيحاول يشوف يعني شنو كيتقال فيها. بطبيعة الحال ما يمكنلكش تعتمد عليه كمرجع، ولكن حنا غادي نشوفوا غير شنو كيتقال في الأخبار، لأن الأخبار اللي كاينه هنا بحال هيسبريس بحال ملكة بريس، المهم أخبار اللي بين قوسين موثوقة. كما كتشوفوا هنا الإخوان، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب ارتفاعا بنسبة 1.2% في الفصل الثالث من سنة 2025 على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار السكني 1.5 والأراضي 1%، وتسامى ارتفاعا ملحوظ في المعاملات بنسبة 26%. المهم الإخوان، هذه الارتفاعات اللي كتشوفوها هنا جاءت نتيجة يعني التشجيع عبر برنامج الدعم، لكن احنا باش نعرفوا العقار واش في واحد المرحلة اللي يعني نقولوا صاعدة ولا واحد المرحلة اللي هابطة، خاصنا نشوفوا أولا الدولة كيفاش كتعامل مع المنهج العقار. ملي كنمشيو ونشوفوا المقاولين يعني بروموتور الصغار، كنلقاو بأن عندهم مشاكل في البيع. مشاكل في البيع، كاين واحد التأخر اللي كنسميوه بين قوسين بالركود. كاين كذلك عدم الإقبال على واحد المنازل بوحد الأثمنة في بعض المدن اللي كتجاوز المليون ديال الدرهم اللي هي 100,000 دولار، وكذلك كاين واحد التخوف من الضرائب، وهذه المشاكل بحال هكا. كذلك الإخوان، كاين بعض الجهات مثلا وجدة اللي كانوا كيتشكاو من السياسة ديال الوالي السابق اللي كان فيها بلوكاج، واللي خلت المدينة تعيش واحد الركود وواحد ربما انكماش حتى في المجال. كنمشيو كذلك الإخوان كنشوفوا الدولة المغربية عبر الحكومة اللي كنتهج هذه السياسة الضريبية بواحد الشكل كبير، اللي بدينا كنشوفوه يعني بدات كتطبق من السنة ديال 2021 لهنا. أنا سابقا أكثر من مرة الشباب نبهت الناس بأن السياسة التشديدية النقدية، هذه الكوانتيتيف تايتنينغ في المغرب، ما كتمش عبر فقط رفع سعر الفائدة، لا، في المغرب كنشوفوا أن حتى الضرائب كترفع الثمن ديال المحروقات، يعني كيولي واحد بحال نقولوا صعوبة في الحصول على تراخيص البناء، وزيد المشاكل بحال هكا. ما كتشوفوا الإخوان هاد التعديلات هنا أمامكم ديال 2026. عندنا واحد الخبر صراحة اللي خطير أنا بالنسبة لي في الموضوع ديال العقار، اللي ما خصوش يعني الإنسان يعني يفلت هذا الخبر هذا، اللي هو الإخوان الضريبة على الأراضي الغير مبنية اللي كتسمى بالتي ان بي. بالمناسبة اللي باغي يفهم تي ان بي، كاين واحد الفيديو الإخوان ها هو ديال واحد الأخ، هنا كنقولوا استعمال، أوكي، غادي ديروا هذا الفيديو هذا تي ان بي 2026 ديال الأخ نبيل نور. شوفوا هذا اللي مهتم بالعقار، العقار يتابع هذا الأخ هذا، فغتستفد منه بزاف في الموضوع في المجال ديال العقار. العموم الإخوان، يعني بخلاصة احنا ما غاديش ندخلوا في التفاصيل لأن كاينه بزاف ديال البنود في الموضوع. غادي احنا فقط نرجعوا للموضوع ديال الضرائب اللي هي اللي بطبيعة الحال بدينا كنشوفوها في الآونة الأخيرة، وغادي نتكلموا على الضريبة ديال العقار. ولكن احنا بخلاصة هاد التي ان بي الإخوان، الدولة مشات كتسيب للناس اللي بطبيعة الحال كتهتم بالاستثمار في العقار. دونك علاش هاد الناس هادو متخوفين اليوم من هاد الضريبة؟ بكل بساطة الشباب، لأن الثقافة اليوم المغربية، ملي كيكون واحد الانسان مهتم بالعقار، ماشي بالضروره انه خصو يبني دار ب 150 مليون ويبيعها 220، لا، كيمشي يجمع فلوس كيحطها بلونغ، ما كنقول في واحد القطعه ارضيه. دونك هذه القطعه الارضيه الشباب اليوم الا ما بنيتيهاش غتخلص لها واحد الضريبه. يعني اليوم بحال اللي عندك ربما السياره، يمكن شحال 11 ستيكر، نديروا واحد الحساب بسيط. يعني الا كانت عندك الارض مثلا فيها 120 متر ابوتري، كيغلى ما بين 20 و 30 درهم، لان مازال يعني التفاصيل ما واضحاش بالنسبه لي بعدا. سمعت 20 وسمعت 25 درهم. المهم كاين الاخوان باش قلت لكم شوفوا داك الفيديو باش تفهموا اكثر التفاصيل، ولكن هنا راه كاين المتوسط بين 20 و 30. دونك حنا غادي نديروا 120 متر، غادي تضربها في 20، غتخلص 2400 درهم في العام. يعني انت ملي كتشري الارض ما كتشريهاش هذا العام باش تبيعها العام الجاي، انت باغي تشري هذه الارضيه هذا العام، من هنا 5 سنين عاد تبيعها. دونك 2400 غادي تضربها في 5، غتخلص عليها 12000 درهم. 12000 درهم. دونك الشباب هنا كنحل واحد القوس ديال لي بريفيزيون وديال التوقعات.
واش ممكن مثلا واحد الانسان اذا شرى ارضيه مثلا ب 40 مليون من هنا 5 سنين، اما غادي يطيح في البانيك وغادي يشريها ب 40 وغادي يبيعها ب 30، وهذا الشيء اللي بطبيعه الحال السياسه يعني التشديديه كينتاجها هو اللي بنك المغرب فين باغي يدي بطبيعه الحال هذا المجال، بلا ما نهضروا على لوبيات اخرين. دونك هاد ال 40 مليون اللي غتشري بها انت وتبيع ب 30، هذه ممكن تكون بريفيزيون كما قلت، انه هدف هاد السياسه هذه، او انه ربما الناس غتشري ب 40 مليون وفعلا غتخلص ديك 12000 درهم، ولكن مني غادي تمشي تبيع انت غتمشي تشري عليه هذيك 40 مليون، غادي يطلب ليك 60 ولا 70 مليون. جوج ديال الاحتمالات باش نكونوا واضحين، اما انه فعلا المستثمر غادي يمشي في البانيك وغادي يبداو يبيعوا باثمنه خساره، وشكون هذا اللي غادي يشري الله اعلم. مهم غادي تولي واحد الفئه كتشري وواحد الفئه كتبيع بالخساره بيان سور، او انه ربما غادي تكون الناس اكثر نضجا واكثر وعيا، بحيث انه هذيك 40 مليون اللي شرا بها هذيك الارضيه من هنا 5 سنين غادي يطلب فيها الدوبل او لا ربما حتى اكثر. اذا هذه الضريبه الاخوان ماشي بالضروره دليل على الانهيار باش نكونوا واضحين، لكن السياسه ديال القطع اللي كتسمى في البورصه بسياسه القطع، يتضح ان الناس غادي تبدا تبيع، لان ما عندكش شي حل من غير انك اما تبيعها او انك تخلص. هذه المساله ديال الخلاص كتخلق واحد اليوم واحد الديرونجمون كبير للمغاربه. اذا هذا الاخوان كله كسياسه لا يصب في مصلحه التيسير الكمي او حتى مرحله يعني السلاسه النقديه والتشجيع على امتلاك العقار في كل بساطه، لان هذه البدايه ديال الضرائب الاخوان غادي تمهد العالم الجديد ديال ديجيتاليزاسيون، كذلك غادي تمهد ايضا الى محاربه الكاش، وايضا الاخوان انه حان الوقت باش ان القيمه النقديه الفلوس يعني غتعاود ترجع لها القيمه، لان كناخذوا الاصل وكناخذوا كذلك النقود او العمله، ما نسميوش النقد نسميو العمله. دونك هنا عندنا جوج ديال الحوايج، هذا الاصل مثلا هذه ارضيه ديال 40 مليون وهذه ديك المليون اللي حنا سعرنا به، داكوغ ديك القيمه النقديه. دونك هاد الفلوس الاخوان الا ولا عليها الطلب بزاف، اللي ولا الطلب على الفلوس في المقابل ديال بيع الاصول، هذه غتنزل والثمن ديال الفلوس غادي يطلع. ومني كنقولوا الاخوان الثمن ديال الفلوس كطلع راه تو سامبلومون هو انه كتنقص من القيمه ديال الاصل، يعني ماشي عندك 40 مليون غتولي 45، ولكن لا، يعني الارض اللي كانت كدير 40 غتولي دير 35، يعني باش نفهمك تو سامبلومون غادي كلها كتمشي بطبيعه الحال. منين كيولي عندي مشكل بحال هكا وكيولي عندي يعني واحد فيكتور كيعاني، يعني كما كنهضروا ولا الاصول كتنخفض في المقابل ديال ان العمله كترجع لهذيك لا فالور، والعكس صحيح. الا ما كانش واحد الطلب كتير وما كانش يعني شي حاجه اللي كتدل على ارتفاع العقار، فبطبيعه الحال يعني راه كتكون اشياء متعلقه بالتضخم والمشاكل يعني من هذا الجانب هذا. عموما الاخوان انا ما زلت متمسك، وهذه بطبيعه الحال رؤيه تحتمل الخطا وتحتمل الصواب كذلك، متمسك بان العقار في المغرب وصل لمرحله من التشبع، مرحله الاخوان لا يمكن للمواطن المغربي انه انا منين كنقول المواطن المغربي راه كنقصد واحد الطبقه المسحوقه مع الطبقه المتوسطه. حتى الطبقه المتوسطه اليوم اصبحت تعاني في امتلاك منزل وفي امتلاك بيت، فهذه المساله كلها تصب في مصلحه ماذا؟ مصلحه اخواني الكرام الهبوط الاسعار ديال العقار. لكن الا بغينا نحطوا هذا الشيء على جنب الاخوان نديروا واحد الرؤيه سطحيه، ما غاديش نهضروا يعني بالبروفوندور ونهضروا في داك الشيء اللي باطيني، غادي نتكلموا غير على الحوايج اللي هي سطحيه. كيف يقال انه مثلا منزل في مدينه طنجه مثلا اللي خاص يكون القيمه ديالو فقط واحد 120 الف دولار كيتباع اليوم 300 350 و400 الف دولار. دابا الا مشينا نشوفوا هذه الدوله هنا حداها يعني واحد الدوله اخرى اللي سميتها اسبانيا، كنلقاو بان هذيك 400 الف دولار بامكانها انها تحط في واحد الدوله الناتج الداخلي الخام. شحال يمكن الاخوان الناتج الداخلي الخام ديال اسبانيا؟ يمكن تريليون ديال الدولار. سبين جي دي بي يعني 1.89 تريليون ديال الدولار. وكنمشيو نشوفوا الاخوان مثلا المغرب، شوفوا معايا الناتج الداخلي الخام ديالو فقط 160 مليار ديال الدولار. يعني ما يمكنش، مستحيل هذا من سابع المستحيلات انه الدوله اقتصاديا في واحد المرحله توصل لهذه الاسعار. انا ماشي كنقول بان بلادي ما وصلاش واحد المستوى، لا، المغرب راه كيتفوق في شمال افريقيا اقتصاديا على اغلب الدول، مفهوم، وخصوصا المرحله ديال النمو الاقتصادي. يعني هذيك المرحله ديال النمو الاقتصادي غادي بواحد السرعه كبيره، ولكن كاينين واحد الناس على شكل لوبيات ما باغياش الناس انها تستفد، لان الدوله مازال ما وصلتش لمرحله ديال التطور والنهضه. حنا في مرحله فقط النمو. يعني نقدروا نقولوا مثلا كاين فرق دوله مثلا متطوره دوله صاعده، حنا مازال ما دخلناش في الدول الصاعده، دونك ما يمكنش انا مازال ما تكلاسيتش حتى في الدول الصاعده وغادي يوصل عندي الاسعار ديال
العقار في هذا المستوى هذا سابع المستحيلات الاخوان. كاين واحد الفئه ديال الاعمال مقاولين، يعني كياخذوا داك لو ريسك، كيهزوا الفلوس ديالهم كيمشيو ينفيستيو في العقار في هذه المدن. كيقول لك وهذاك الشيء اللي كاين في السوق. السوق نعم كيخضع لواحد القوه ديال العرض والطلب، ولكن ديك القوه ديال الطلب راه مبالغ فيها، لان هذيك الاسعار ما يمكنش العقل يقبلها في واحد الدوله اللي مازال ما وصلتش للمرحله ديال الدول الصاعده. كذلك ما كنشوفوش فيها واحد يعني ديك لا فالور اللي كاينه في ليكونومي مع لا فالور ديالو. يعني حتى الا كنت انا غادي نشري باغ اكزومبل واحد لابارتومون في طنجه وغنشريها ب 400 مليون او لا 500 مليون، شحال غنكريها؟ شحال؟ اذا كنا كنهضروا غير على مثلا الاخوان، سمحوا لي ما كنطالعش على الاسعار في هذه المدن الكبيره، لان الاسعار كل واحد كيشير كيبغى بهذه اللغه هذه. ولكن حنا غادي نديروا مثلا 15، نمشيو حنا كاع الماكسيموم نديروا 15000 درهم. 15000 درهم الا ضربتيها في 12 كتجيك 180000، 18 مليون في العام. ما يمكنش الاخوان. هذه المسائل هادو يعني كاين واحد الفراغ كبير، يعني واحد الجيب كبير ما بين الاسعار ديال العقار وما بين يعني المعيشه ديال المواطن والقدره ديال المواطن الشرائيه، وكذلك حتى الاسعار اللي كيخص مثلا تكري بها هذه المدن. يعني من حقك انت الا شريتي بنص مليار 500 مليون، خاص المحل ديالك يتكرى ب 4 المليون. انت باش انت تهضر على مثلا واحد 10% في العام، من حقك يعني خصها تجيك واحد 50 مليون تقريبا. هذه من حق من الحقوق ديالك، يعني كان غيسك خديتيه في ديك الاصل. ولكن غادي تحب 500 مليون باش تكري ب 4000 درهم ولا ب 5000 ولا حتى 10000 درهم. اسمح لي، هذه المسائل الاخوان خاص المواطنين خصهم يكونوا رادينها البال، لان هذا الشيء فيه لو ريسك وريسك كبير بزاف. دونك انا الاخوان كنظن بان الاسعار ديال العقار متشبعه. وبديت كنلاحظ ان حتى بعض الاشهارات اللي كنتو كتشوفوها في الانستغرام، انه بعض الوسطاء دوك الناس اللي كيخدموا مع بروموتور ولا كيدير الاشهارات باللغه الفرنسيه، ولا كيستهدفوا الناس على برا. يعني واحد الناس اللي كيديروا الاشهارات في الخارج وبازين في المغرب. هذا يعني هذه راه واحد المارشي اللي هو تكونفلا، والاسعار راه ما يمكنش انت غتمشي عند اماراتي غادي تجي تقول لي اجي خذ واحد لابارتومون بنص مليار. علاش هذاك الاماراتي مثلا ديك 500 الف دولار هو عنده القدره انه يحول دولار ولا يحول اي عمله، وغادي يجيك انت المغرب؟ شنو لا فالور اللي غتقدم ليه؟ وكنهضروا اقتصاديا دابا، ما كنهضروش حاجه اخرى، كنهضروا اقتصاديا. يعني شنو هي لا فالور اللي غادي يجدوا هذاك 500 مليون 500 ألف دولار يجيب عندك المغرب؟ مثلا ما ينفستيش في الإسبانيا، أو ممكن ينفستيها في الدنمارك، أو ممكن ينفستيها في ماريكان. هما عندهم تسهيلات حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، تسهيلات كبيرة بزاف، راه في البوان دانتيروغاسيون. إذا كنظن الإخوان أن ربما هذا الانفلات نحو الزيادة في الضرائب غادي يضر المواطنين بواحد الشكل، وغادي يخلي الناس تقلب أنها تبيع، سيرتو في العام الأول ربما ولا الثاني، لأن ماشي هذا الشيء التداعيات ديالو ما غتبانش في هذا العام هذا. لكن يعني بالاكثر 2028 2029 كنظن ان هذه الفقاعه ديال العقار ستنفجر في المغرب. وهذا الشيء الاخوان اللي كنقول ماشي من اجل التخويف، لكن هذه قراءه اعتبرها غلط قبل ما تعتبروها صحيح. يعني قراءه كنشوفوا بها دراسه ديال المعطيات. يعني هذا الشيء اللي كنقول ماشي صحيح 100%، وماشي مبني على واحد الحاجه اللي غتوقع مليون في المية ولا مليار في المية. هذا الشيء تكهنات فوركاست. ممكن 2028 29 العقار يدوبل فوا 2 ولا فوا 3، خصوصا المقبلين على المونديال. ولكن هذه قراءات ديال واحد الانسان بواحد المستوى من الذكاء، واحد المستوى من القرايه، واحد المستوى على قد حاله. دونك غير باش ما يجيش شي واحد يقول لي لا انت سبابي في هذا الطاري، ولا سبابي دابا ما غنشريش، ولا هذيك المسائل ما كتهمنيش، ونتمنى ما تدخلونيش في ديك الدفاعات وديك المتاعات. يعني انا عندي قراءات كنشاركها معكم، وكاننا نواتج في المقاله. اللي باغي ياخذ لو ريسك على حوايج ديال المستقبل، عرف بان راه لو ريسك ديالك ديما طالع. الا غتشري العقار دابا ولا غتبيعو على المستقبل، عرف راه عندك لو ريسك. كتشوفوا بان الاقتصاد المغربي السنوات المقبله ممكن انه يزيد يرتفع، والعقار ممكن يرتفع. تفضل شري بمليار ولا بجوج ولا بثلاثه، هذيك المسائل كتبقى كتخصك. مهم هذه قراءه اقولها الاخوان والله اعلم.